في العلاقات بين الراجل والست مهما كانت مشاكلهم بتبان كبيرة ومكلكعة، إلا إن الحكاية كلها بتكون بسيطة، محتاجة بس حبة صمت، هدوء، تفكير بالراحة علشان نقدر نجيب الزتونة. دي الزتونة مع تيسير سعد على راديو كامت، محطة على المحطة. شعب المترو العظيم، صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي بتسمعني فيه. أنا تيسير سعد وانتوا بتسمعوا أولى حلقات برنامج دي الزتونة اللي هيذاع بشكل يومي على راديو كامت. حبيت بس في أول لقاء يجمعني بيكم إننا نتكلم أو نفكر مع بعض بصوت عالي كده. أصل البيت ده هو أهم حاجة والشيء الرئيسي اللي بيكوننا وبيأثر فينا، سواء طبعا بالسلب أو بالإيجاب. مستحيل مثلا تكون إنسان ناجح وانت في بيتك ليل ونهار في مشاكل، وإزاي أصلا تبدع وانت عايش في نكد وصراعات طول الوقت. مفيش سلام نفسي كده. البيت هو الحاجة اللي ممكن توصلك للسماء أو ممكن تخلي معنوياتك تحت الأرض. البيت ده الأساس في التربية وبناء أي شخصية. يعني لو كلنا اهتمينا بإننا نعمل بيت كل أركانه سليمة، ولو كلنا بطلنا نقف لبعض على واحدة كده زي ما بنعمل ووفرنا الطاقة العظيمة دي في بيوتنا، المجتمع كله هيتغير وهنبقى أعظم الشعوب كمان على الإطلاق. عاوزة أقول حاجة كمان مهمة، إني مش بقول قواعد، لأن في كل مكان وفي كل مجتمع في الحلو وفي الوحش. يعني أنا مش بعمم خالص، مفيش مكان كل اللي فيه ملايكة ولا كل اللي فيه شياطين. مفيش ثوابت، يعني مفيش ثوابت أصلا في حياتنا ولا هيكون في يوم من الأيام. الشيء الوحيد اللي ينفع يكون ثابت هو التغيير. بصي حبيبتي، النصيحة اللي تنفع لبيتك مش بالضرورة خالص تنفعني، والعكس صحيح تماما. الظروف بتختلف والطباع بتختلف، الإمكانيات وطريقة التفكير كمان كل ده بيختلف. فاعرفي إن كل الأشياء ممكنة، ولا توجد ولن توجد قاعدة أساسية مهما كان وأيا كان، وإن لكل قاعدة حتى وإن وجدت شواذ. الحياة مليانة مشاكل وسوء تفاهم، واحنا بإيدينا نتفه المشاكل دي أو نكبر سوء التفاهم ده ونخليه مصيبة، وده كله من طريقة استيعابنا ورؤية الأشياء بالحجم اللي عينينا للأسف رصدته. معاكم هنحاول سوا نضع كل شيء وسوء تفاهم في حجمه الطبيعي، ونوصل مع بعض كده لخلاصة الحكاية، والحل هنجيبه بالبلدي كده في دي الزتونة. كانت معاكم تيسير سعد ببرنامج دي الزتونة على راديو كامت، محطة على المحطة. كنتم مع دي الزتونة مع تيسير سعد على راديو كامت، محطة على المحطة. راديو كامت، راديو كامت، محطة على المحطة، محطة على المحطة.